السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أخواتي وحبايبي في كل مكان، بحبكم في الله، يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة جاية لكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض صينية البسبوسة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، وأقول لك ازاي. لو محيراكي وبتطلع منك ناشفة ومشققة في الفرن، بس كملي معايا الفيديو للآخر وانت هتعرفي احلى حاجه في الفيديو ده. البسبوسه هتطلع بعد كده مشرفاكي قدام ضيوفك، هيحسبوك ان انت جايباها من بره او شارياها من دمياط، طعم نفس البسبوسه بتاعت دمياط بالظبط. بس لو اول مره تشوفي قناتي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما يجيلك الاشعار بتاع قناتي تتفرجي على اي فيديو انا بنزله. يلا نشوف مع بعض. يلا وداعا للبسبوسة الناشفة المشققة. يلا نشوف المقادير السهلة البسيطة اللي هنعمل بيها صينية البسبوسة الحلوة اللي انتوا شفتوها دي. هشتغل على كيلو بسبوسة، ده كيلو دقيق بسبوسة، ودي كوباية سكر. انا معايرة المعايير كلها بالمعلقة المعيارية دي. المعلقة المعيارية قد الكوباية المج بالظبط انا عايرتها. ودول عبارة عن كوبايتين الا ربع سمنة ونص كوباية زيت. يعني عبري كل كوباية الا ربع سمنة وكملها زيت. وادي حتة قشطة برضو كانت عندي في التلاجة. ما فيش اكتر من كده في المقادير دي، مقاديرها سهلة وبسيطة. هنبتدي اول حاجة بقى نعملها. هناخد كوباية السكر، هنحطها في اي حاجة، في طاسة او في حلة على النار. وهنعاير من نفس الكوباية كوباية مية عشان نعمل الكراميل بتاعنا. هنعمل شوية كراميل كده بسيط وخفيف. وادي معلقة عسل كلوكوز بنحطها مع الشربات على النار. وبعد ما نضيف معلقة العسل والجلوكوز ندوبهم كده في بعض. بعد كده نسيبه يغلي لغاية لما يدينا لون أصفر خفيف، ما نعملش كراميل غامق ويغمق معانا البسبوسة معانا. شوية شوية كده بعد ما بيصفر كده بنضيف عليه بقى بقية المكونات. هنضيف عليه اللبن وهو دافي، ضيفيه واجري عشان لسعته شديدة جدا. بعد كده بنضيف السمنة، كوبايتين السمنة، ونسيبه يبرد شوية ونضيف عليه كوباية سكر. وادي معلقة قشطة اهي. بنسيب الكراميل يا جماعة يبرد شوية، يعني بيكون دافي كده. بعد كده بنضيفه على دقيق البسبوسة، عشان لو ضفتيه وهو سخن هتعمل معاكي عرق تخين وهتبقى ناشفة في الفرن. وادي ضفت ذرة ملح. وادي الكراميل وبالمكونات اللي فيه كلها حطيتها على دقيق البسبوسة. وواحدة واحدة كده بالراحة بالاسباتيولا او بمعلقة خشب بتقلبيه. العجينة لينة معانا اهيت ومش عاملة عرق ولا اي حاجة. ده كيلو بسبوسة. انت بقى قسمي المقادير بالنص. بعد كده جبت صينية مقاس 30، حطيت فيها حتة سمنة كده، بدهنتها ووزعتها كويس عشان اضيف فيها البسبوسة. نغلفها كده ونغلف الجوانب برضو. ادي بقية البسبوسة اهي، خلطتها كويس برضو تاني وفردتها في الصينية. نحاول كده نسوي وشها عشان يبقى شكلها حلو كده في الفرن. لو شفتي فيها اي حته طالعه وحته نازله بتنشف معاكي في الفرن برضو، بتدي منظر مش كويس. بعد كده بتخبطيها كده وتطلعي الهواء منها. ولو عندك اي مكسرات او اي سوداني بتضيفيه على وشها. خبطة الهواء بتطلعي فراغات الهواء منها. دي حاجة مهمة جدا. في ناس بيشتكوا برضو ان البسبوسة بتقب معاهم من النص. انتوا زي ما انتوا شايفين اهو، ولا حطينا بيكنج باودر ولا اي حاجة. عشان هما بيبقوا سايبين فيها فراغات الهواء، ما بخبطوش فيها كويس وقوم تقب معاهم في الفرن. دي اول حاجة. تاني حاجة بتقب معاكم في الفرن لما بتكون الصينية اوسع من مقدار البسبوسة، بتروح عاملة فراغات هوا كده من تحت قاع الصينية، وقوم البسبوسة تقب معاكم. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت فيها بندق بيديها طعم جميل جدا، كأنك جايباها زي البسبوسة بتاعة دمياط بالظبط. وطبعا بنكون مولعين الفرن قبلها ب10 دقايق، بندخلها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. والشربات عبارة عن 3 كوبايات سكر على 3 كوبايات مية، ومعلقة عسل كلوكوز، بعصرة ليمونة أو ذرة ملح ليمون كده بين صوابعك بتحطها عليها. والشربات بيقعد 10 دقايق على النار، بيكون الشربات بتاعها خفيف ودافي. بنضيفه عليها أول ما بتخرج من الفرن كده وهي سخنة.
نسقيها كمية الشربات كلها واحدة واحدة. بعد كده بنغطي عليها. بتديكي طراوة حلوة جدا للبسبوسة من أول قطعة لآخر قطعة عندك في الصينية، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نديها الشربات واحدة واحدة كده لغاية لما تشرب الكمية كلها. جربوها، كانت جميلة جدا وناعمة جدا زي اللي بتشتريها جاهزة من بره، وأحسن كمان طعم البسبوسة بتاع الدمياط، ولا مشققة، ووشها جميلة اهيت زي ما انتوا شايفين. نقطعها بقى بالطريقة اللي تعجبك بالشكل ده. عاوزة بس اوريكم قطعة ان هي طرية وناعمة خالص اهي، والطريقة كانت طرية جدا اهيت وحلوة وجميلة. وشكرا لحسن متابعتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.